السلام الله عليكم إخوة الأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذا العدد الجديد والحلقة الجديدة من قناة ديالكم مصدر الخبر. إذا في هذه الحلقة إن شاء الله إخوة الأخوات غنطرقوا لموضوعين مهمين. أولا وقبل كل شيء كنتوجهوا بخالص التهاني إلى جلالة الملك بالذكرى بمناسبة الذكرى 25 لاعتلائه عرش أسلافه المنحمي، عيد العرش المجيد من طبيعة الحال هذه السنة استثنائي، بحيث أنه اعتراف لفرنسا بمغربية الصحراء، رسالة موجهة اليوم إلى صاحب الجلالة من طرف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. موضوع ثاني إخوة الأخوات، المنتخب الوطني الأولمبي اليوم عنده مقابلة مصيرية ضد العراق. احنا شفنا الخسارة ضد أوكرانيا، الآن مقابلة مصيرية غنشوفوا كذلك التشكيلة المرتقبة والسيناريوهات المحتملة. إذا الإخوة الأخوات أنتم كتابعونا في هذه القناة ديال مصدر الخبر، نرجو منكم الاشتراك معنا في القناة، تفعيل جرس الإنذارات، وكذلك الضغط على زر الإعجاب. عملية بسيطة لكن مهمة جدا للقناة. شكرا لكم الإخوة الأخوات، ونمر مباشرة إلى التفاصيل. إذن كيف ما قلنا الإخوة الأخوات، فاليوم ثلاثاء 30 يوليوز يصادف ذكرى عيد العرش المجيد، ذكرى 25 لاعتلاء صاحب الجلالة لعرش أسلافه المنعمين. كنتوجهوا بخالص التهاني إلى جلالة الملك نصره الله، مزيد من التألق والصحة والعافية من طبيعة الحال. ولكن هذه المناسبة ما كتفوتناش رسالة موجهة اليوم إلى جلالة الملك من طرف الرئيس الفرنسي ماكرون، اللي كيقر فيها بمغربية الصحراء. رسالة من الإليزي إلى المغرب من طبيعة الحال من أجل الدعم الصريح لمغربية الصحراء من طرف الرئيس الفرنسي ماكرون، وكذلك من طرف فرنسا. إذن هذه كانت صدمة قبل أيام للجارة الشرقية الجزائر، اللي خرجت ببيان تنديد وتهديد وما إلى ذلك. والآن فالموقف هو رسمي من فرنسا في هذه الرسالة الموجهة اليوم 30 يوليوز بمناسبة عيد العرش المجيد إلى جلالة الملك. وكتقول فيها فرنسا أو الرئيس الفرنسي بأن فرنسا تابعت بكل اهتمام التطور ديال هذه القضية، وشافت بأن الحل الوحيد والأنسب وذو مصداقية هو الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية. وكذلك اعترفت فرنسا بالسيادة المغربية على كامل التراب ديال المملكة المغربية ديال الصحراء المغربية بطبيعة الحال. إذن كيف ما أن الرئيس الفرنسي قال في هذه الرسالة بأن المغرب قطع أشواط كبيرة وكبيرة جدا في التنمية الشاملة ديال الأقاليم الجنوبية، بنية طرقية، مطارات، موانئ وما إلى ذلك. أصبح مع ذلك تطور ملموس لهذه المناطق والساكنة ديالها، وبالتالي ففرنسا تعترف رسميا بمغربية الصحراء. احنا غادي نشوفوا بطبيعة الحال ردود الأفعال اللي كانت بطبيعة الحال متسرعة جدا من الخارجية الجزائرية، اللي ندات بهذا القرار قبل أيام، بحيث أن تم الإبلاغ ديالها من طرف الخارجية الفرنسية قبل ما تجينا بطبيعة الحال الرسالة الموجهة اليوم إلى جلالة الملك من طرف الرئيس الفرنسي، اللي كيقطع الشك باليقين، كيقول بأن الصحراء مغربية ولا داعي بطبيعة الحال لمزيدا من يعني الخزعبلات الجزائرية. حنا كنعرفوا الدور ديال فرنسا بطبيعة الحال في مجلس الأمن، حنا كنعرفوا العلاقة ما بين فرنسا والجزائر. إذا هذا كان آخر مسمار تيدق في النعش ديال الكامرانات. وحنا كنعرفوا هذه الايام فهي نايضه عندهم مجموعه من المشاكل، مجموعه من الصور اللي كتجينا وفيديوهات ديال اطلاق رصاص ومختلف بطبيعه الحال التناحر، مختلف التناحرات ما بين مجموعه من الالويه في مجموعه من التكنات العسكريه، الشيء اللي كينظر بطبيعه الحال بتطورات اللي غادي تكون خطيره في الايام القادمه بالجزائر، خصوصا بانها مقبله على انتخابات لانتخابات كلاسيكيه كيف ما كنعرفوا، للمرشح هو المعروف اللي غادي يفوز بهذه الانتخابات كيف ما بغاو الكاميرون بطبيعه الحال، فهو الرئيس الحالي تبون. لكن هذا الشرخ اللي الان موجود في الجزائر فما عرفناش تطورات فين غادي توصل في قادم الايام. الموضوع الثاني الاخوه الاخوات غنتكلموا على كره القدم. فبعد النكسه اللي تعرض لها المنتخب الوطني الاولمبي والخساره ديالو امام اوكرانيا ب10 لاعبين وليس 11 لاعب، بعد الطرد ديال التدخل ديال واحد اللاعب اوكراني ضد رحيمي وحصل على ضربه جزاء، كان اللقاء في متناول النخبه الوطنيه، لكن قرارات غريبه من المدرب السكيتيوي وتدخل كذلك الركراكي، اللي كانت هناك مجموعه من الانتقادات اللي طالت الاطار الوطني بانه ما خصوش يتدخل في طبيعه المنتخب الاولمبي اللي
السكيتيوي هو بطبيعه الحال المدرب اللي خصو يتخذ القرارات، قوت يعني الارشادات وقوت النصائح، عطاتهم بطبيعه الحال كيف ما تنقولوا خلقات عدم توازن عند اللاعبين اللي خسروا هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف رغم النقص العددي للمنتخب الاوكراني. في هذا اللقاء الاخير غادي يواجهوا العراق، وحنا كنعرفوا العراق فريق قوي ربح اوكرانيا بطبيعه الحال، وخسر مع الارجنتين بمشقه، وكان غادي يقدر انه يتعادل مع الارجنتين لولا الحظ بطبيعه الحال. فالمنتخب العراقي ماشي منتخب سهل، فهذه المقابله غادي تكون مقابله قويه للنخبه الوطنيه، فعلى المنتخب الوطني باش يوجد لها وتكون تشكيله مثاليه، لان هناك بعض العناصر اللي ما عطاوش بطبيعه الحال اضافه للنخبه الوطنيه في اللقاء الثاني. غادي نذكروا الزلزولي اللي كان بطبيعه الحال خارج النص في مجموعه من الهجمات المرتده اللي ما كيقدرش انه يسير هذه الهجمه حتى النهايه، وكذلك بعض الانانيه في بعض اللاعبين. اذا حنا غادي نشوفوا بطبيعه الحال التشكيله المحتمله، ممكن ان يتم الاقحام ديال مجموعه من اللاعبين اللي ما شاركوش في اللقاءات الاولى. حنا غادي نشوفوا بطبيعه الحال السكيتيوي وطريقه الاداره ديالو لهذه المقابله المهمه والمصيريه للنخبه الوطنيه، لان التعادل كيكفيهم بالتاهل، ولكن ما يمكنش ان تلعب على التعادل، خصوصا وان العراق غادي يلعب على الفوز باش انه كذلك يحرز على بطاقه التاهل. اذا هذه المجموعه مازال يعني غادي تلعب حتى اخر دقيقه، حنا غادي نتابعهم بكل تفصيل ونوافقكم اخوان الاخوات بكل التفاصيل. اذا اخواني اخواتي، هذا كل ما لدينا في هذه الحلقه، نتمنى ان هذا المحتوى كان في المستوى المطلوب. نضرب لكم موعدا في حلقه قادمه بحول الله. نرجو منكم دائما الاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب باش ينتشر هذا المحتوى على اوسع نطاق. شكرا لكم اخواني اخواتي، والى حلقه قادمه بحول الله.